في قلب اسكندرية في حي رشد الراقي واقفة عمارة ضخمة سودة كئيبة، كأن الزمن حبس أنفاسها من سنة 1961. عمارة اتبنت في منطقة راقية جدا، لكن بدل ما تكون علامة للرفاهية بقت لعنة مرسومة في وسط المدينة. الناس سموها عمارة رشدي. قصص حقيقية، مقاطع مسربة، ألغاز غامضة. اشترك دلوقتي لو قلبك جامد. القصة بدأت سنة 1961 لما خواجة يوناني قرر يبني عمارة حديثة، أدوار عالية وتصميم كان غريب وقتها. بيقولوا أثناء البناء حصلت حاجات مش طبيعية، مصحف وقع في الأساس واتبنت العمارة فوقيه، أو حتى اتبنت فوق مسجد مهدوم، أو إنها اتبنت فوق مقبرة جماعية قديمة فيها ناس ماتوا موتة بشعة من أول طوبة اتحطت. والناس بتقول المكان ده مش طبيعي. الخواجة نفسه خلص العمارة وجاب ولاده ومراته يسكنوا فيها، وبعد أيام بسيطة خرجوا رحلة صيد. المركب غرقت والخواجة وولاده ماتوا غرقانين. مراته باعت العمارة ومشيت من مصر. من هنا بدأت الحكاية السوداء. أول ساكن في الدور الأول مات في حريق غامض، ولحد النهاردة محدش يعرف إيه سببها. الدور التاني دكتور فتح عيادة جديدة وبعد أيام عمل حادثة عربية ومات. الدور التالت ست عجوزة كانت ساكنة لوحدها، لقوها مقتولة والستة متشوهة، ولحد النهاردة محدش يعرف مين القاتل. الدور الرابع شركة فتحت مكتب تجاري، وبعد أيام بسيطة الشركة أفلست وصاحبها انتحر. كل اللي يدخل العمارة يا يخرج ميت يا يخرج مجنون. في أوائل التسعينات شاب اتجوز وقرر يسكن مع عروسته في شقة من شقق العمارة. أول ليلة الحيطان نزلت دم والحنفيات جابت مية حمر، جم يهربوا البيبان اختفت. تاني يوم الناس لقوهم مرميين في الشارع، نصهم عريان وعينهم مفتوحة وكأنهم عايشين في كابوس. ومن ساعتها محدش فكر يقرب من العمارة تاني. جابوا شيخ يقرأ قرآن على العمارة، لكن هو داخل لقى السلالم اختفت والأبواب اتبخرت. شيخ تاني اتحدى وقال كل ده خرافات وسكن فيها لوحده، لكن بعد أسبوع الموضوع كان عادي. الناس قالت خلاص العمارة اتطهرت. بعد أيام لقوا الشيخ مرمي في الشارع وأساسه حواليه متكسر ولسانه مربوط، ومات بعدها بأيام قليلة. من 1961 لحد النهاردة وأكتر من 60 سنة محدش قادر يقرب من العمارة. في ناس بتقول لعنة، وناس بتقول خلاف ورثة، وناس تانية بيقسموا إن هم شافوا حاجات مرعبة بعينهم. لكن المؤكد إن عمارة رشدي سايبة أسرارها في الظلام، وسرها ده مستني ضحية جديدة يحكي الحكاية. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة. استنى الحلقة الجاية. كان معكم باسم عيسى. سلام.